أراوخو على المحك، برشلونة في ورطة، والشرط الجزائي يشعل السوق، هل المدافع الصلب على أبواب الخروج أم أن فليك سينتصر؟ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا برسا زوم لتصلكم كل الأخبار الحصرية أولا بأول. في قلب العاصفة التي يعيشها برشلونة حاليا، ظهر اسم رونالد أراوخو من جديد ليتصدر العناوين ويشعل النقاشات بين الجماهير والإعلام. المدافع الأوروغواياني الصلب الذي يعد من أبرز ركائز الدفاع في السنوات الأخيرة بات في وضعية غامضة ومقلقة، فبين رغبته في البقاء وتمسك المدرب هانز فليك بخدماته، تقف إدارة النادي أمام خيار صعب تحكمه المعادلات الاقتصادية والفرص المغرية من كبار أوروبا. العنصر الأكثر إثارة في ملف أراوخو هو الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي يبلغ 65 مليون يورو فقط، ويسري خلال أول 25 يوما من شهر يوليوز. هذا التخفيض المؤقت يفتح الباب أمام عدة أندية أوروبية كبرى التي ترى في أراوخو فرصة نادرة لتعزيز دفاعاتها بسعر معقول نسبيا مقارنة بقيمته الفنية الهائلة. وقد ذكرت تقارير أن أندية مثل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي تتابع وضع اللاعب عن قرب. هذه الأندية تراقب تحركات إدارة برشلونة وتنتظر اللحظة المناسبة لتقديم عرض رسمي. من جهته فليك لا يرى الفريق بدونه. المدرب الألماني أبلغ الإدارة صراحة أنه يعتبر أراوخو من اللاعبين غير القابلين للمساس، ويريد بناء منظومة دفاعية حوله، خصوصا مع توجه النادي لإعادة الهيكلة الفنية وتثبيت هوية جديدة بعد سنوات من التذبذب. ولكن كما هو الحال دائما في برشلونة، الوضع المالي يعقد كل شيء، فالنادي لا يزال يصارع من أجل الالتزام بالحد المالي للرواتب في الليكا، ويحتاج لتوفير سيولة لدخول سوق الانتقالات بفعالية. وما يزيد الموقف تعقيدا أن اللاعب نفسه يشعر ببعض التردد، فرغم أنه أعلن أكثر من مرة أنه سعيد في برشلونة، إلا أنه لم يغلق الباب تماما أمام فكرة الرحيل. وهنا يعيش جمهور برشلونة حالة من القلق والترقب، فخسارة لاعب مثل أراوخو قد تعني ضربة قوية للمشروع الجديد، وقد تكون لها آثار نفسية وفنية على بقية الفريق. فهل سيتمسك برشلونة بنجمه ويقاتل من أجل استمراره، أم أن الضغط المالي سيجبره على البيع والبحث عن بدائل أخرى؟ الجواب لن يتأخر، فيوليوز على الأبواب، والعد التنازلي بدأ،